أغنى سيدة أعمال في التيك توك وأكثر وحدة كدير تبارك الله ما شاء الله أعمال الخير، ظريفة وحنينة ومهلية في المساعدات ديالها بالكادويات بالفلوس وبهداك الشيء اللي كتصاوب، يعني الماركات ديالها السيكان الحوايج الروايح الماكياج، يعني مهلية فيهم وفرحانة ما شاء الله حيت خدامين معاها. شوفوا هنا راه بغاو يستقبلوا البيبي وليدها، راه جايه يمكن نافسه ولكن هنا راه ما عليهاش حالة النفاس، حيت ما شاء الله الوليد كيبان كبير وتبارك الله هي اللي مركباه. صابوا ليها الغرفه ديال الوليد النفاخات وتبارك الله راه فرحانين، وعلاش ما يكونوش فرحانين، هي ما شاء الله مهليه فيهم. تخلي الوليد وتبارك الله عندها الوليدات، عندها اللي كبر من هذا وهي اللي كدير لهم كل شيء، يعني ماشي المساعدات اللي كتغسل ولادها كتلبسهم كطيب ليهم. هنا شوفوا مثل ما رتبوا ليها الغرفه ديال البيبي وجدوا ليها الحمام ما شاء الله تبارك الله غناها صدر ربي، ولكن ما نساتش يعني هذاك الشيء اللي رزقها الله كدير به اعمال الخير بزاف كما تشوفوا معايا في اخر الفيديو. ما شاء الله يا ربي ترزقنا مناش نعطيو، يا ربي ترزق كل واحد محتاج. شوفوا واحد المتعه في الجريده ديالها كتاخذ البنان يعني العنب كاع الفواكه اللي عندها، يعني راه واحد متعه ملي تمشي تهز واحد السليله وتمشي للجريده وتاخذ داك الشيء اللي عندك. شوفوا هنا عطاتهم التليفونات، شوفوا هذا الكاميو عامر بالخناشي ديال الروز، غادي تمشي في الطريق ديالها واللي تلاقات به غادي تعطيه الروز وتمشي لهذوك يعني هذوك القرى هذوك الناس مساكن اللي عايشين ما بحالهمش كل شيء غادي تعطيه. وفي رمضان عاوتاني كدير بزاف ديال اعمال الخير، عاوتاني كدير بحال هاد الكاميو كتعمر في هذوك يعني الصدقات الناس اللي محتاجين كاع داكشي اللي غيكفيهم في الشهر. شوف مسكينه هذه ما عارفه والو، قالت لها اجي خذي واحد الخلشه وكيبرحوا باش الناس اللي في الدار ديالهم ما شافوهمش يسمعوا انها كتوزع الروز ويخرجوا ياخذوا حتى هما حقهم. شوفوا ما شاء الله العيالات عارفين حيت تبارك الله راه كدير بزاف ديال اعمال الخير، كدير عاوتاني الوليدات اللي كيحفظوا القران كدير لهم تكريم كدير لهم جوائز، الوليدات اللي بعادين عليهم مدرسه كتفرق عليهم الدراجات، وفاش كتمشي للحج كتدي معاها الناس اللي بغاو يمشيو للحج. ما شاء الله انا هادشي باش كتعجبني الفيديوهات ديال شايله ما كتنساش، يعني هذاك الشيء اللي رزقها صدر ربي كتخرج منه كتفرح ناس واحدين اخرين، يعني هي تعيش وكل شيء يعيش معاها. وفي الأخير لا تنسى ذكر الله